السلام عليكم خوتي. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي دار البوز في السوشيال ميديا وكثرت عليه الهضره، وهو واش بصح كريستيانو رونالدو غادي يجي يلعب مع الوداد الرياضي. ايوا بغيت نوضح لكم كل شيء ونعطيكم القصه من الاول حتى للاخر باش تعرفوا الحقيقه وتفرقوا بين الواقع والاشاعه. كل شيء بدا من واحد المقال اللي خرجته جريده الماركا الاسبانيه معروفه بزاف وكتكتب على اخبار الكره العالميه، وقالوا فيه بلي كاين احتمال ان كريستيانو رونالدو يشارك مع الوداد في بطوله كاس العالم للانديه اللي غادي تنظم في امريكا، حيث الوداد غادي يكون حاضر كممثل ديال المغرب. ورونالدو تيدور الاسم ديالو في الكواليس كاحتمال يجي يعزز الصفوف ديال الفريق. من تما والناس تشدوا في الخبر وبداو كيتناقلوه في الفيسبوك وفي الانستغرام وفي التيك توك وحتى في المواقع المغربيه، والناس بداو كيحلموا كيتخيلوا كريستيانو يلعب في ظنوب القميص الاحمر ديال الوداد. ولكن في وسط هذا الحماس كامل خرجت مصادر من داخل النادي وقالوا بلي ما كاين لا مفاوضات لا والو، وان هذا الشيء غير اشاعات خرجت من بعض الناس اللي بغاو يديروا البوز. كيقول المصدر بلي الرئيس ديال الوداد فعلا كان هضر مع واحد الوكيل اللي كيعرف كريستيانو، ولكن ما كاين حتى شي عرض رسمي وماشي الوداد اللي مشى عند رونالدو، غير واحد الحديث العابر والناس كبرات الموضوع. دابا خاصنا نكون واقعيين، رونالدو عنده دابا 40 عام ولكن راه باقي كيقدم مستويات كبيره في النصر، هو الهداف تاع الدوري السعودي كما تيقولوا، باقي كيعطي في الميدان، وبزاف ديال المتتبعين كيشوفوا انه يقدر يبقى عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين في الملاعب بسهوله، خصوصا في الدوريات اللي كتسمح بمرونه اكثر من اوروبا. اللي خاص نفهموه هو ان مشاركه بحال هذه في بطوله عالميه تقدر تكون فرصه لاي نادي يبغي يدير ضجه اعلاميه كبيره، وحتى لو ما جا رونالدو غير تذكر سميتو في هذا السياق راه كيعني بزاف للوداد الرياضي، وكيخلي الصحافه العالميه تهضر على الوداد وتعرف التاريخ وعلى الكره المغربيه. تخيلوا غير الاثار اللي كيديروا خبر بحال هذا في الناس ما عمرهم سمعوا بالوداد، دابا ولاو كيعرفوه وبداو كيقلبوا على الفيديوهات ديال الوداد وعلى الجمهور الودادي وعلى تاريخ النادي. والجميل في هذا الشيء كامل هو التفاعل ديال الجمهور. شي وحدين بداو كيديروا التصاور ديال رونالدو بقميص الوداد، وشي وحدين اخرين كيديروا واش غادي يتحمل الضغط ديال الظهور، وكلشي ضحك وفرح بحال الا جات الفرصه باش نحلموا شويه ونشوفوا نجوم كبار في بلادنا. رونالدو واحد اللاعب اللي كبير، واخا يكونوا غير اشاعات، حنا كنغاربه كنفتخروا بهذا الاهتمام العالمي وكنتمناو نشوفوا رونالدو لعابه كبار في المستقبل. الكره المغربيه والوداد نادي كبير وماشي بعيد نشوفوا شي نهار اسماء كبار كيلعبوا في بطولتنا سواء من اوروبا ولا من افريقيا. ودابا الخوت بغيت نسولكم نتوما، واش كتشوفوا انه ممكن نشوفوا كريستيانو رونالدو في المغرب في شي مناسبه؟ واش تظنوا ان هذا النوع من الصفقات ممكن يتحقق ولا غير حلم؟ خلوا لي الراي ديالكم في الكومنتيرات، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وتهلاو في راسكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.